اهلا بالحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا عاملينه مع بعض. ما حبيتش ان انا اتاخر عليكم اكتر من كده، فقلت بقى انزل لكم فيديو كده سريع ولطيف كده وحلو. ونكمل باقي تنظيفات المطبخ. زي ما قلت لكم انا مش بعمل حاجه كلها مره واحده، فكنت عامله معاكم الجزء بتاع الرخامات والالمونتال، وكنت منظفه المطبخ معاكم. والصراحه بقى الحاجات دي كلها كنت غسلاها، فقلت ان هي تنشف براحتها، وبعد كده ابدا بقى اظبط الدنيا كده على رواقه. لان انا لو عملتهم في نفس الوقت، الواحد الصراحه بعد المجهود اللي بيعمله بيبقى تعبان. وباجي بقى مثلا ببقى عايزه بقى احط اي حاجه في اي مكان، وما يعني بحسش ان الشكل بيبقى احسن حاجه. فقلت تاني يوم بقى ابدا كده ارتب الحاجه معاكم، وكانت الحاجات دي كلها اتغسلت كويس واتصفت كده من الميه، وبدات ان انا ارتبها. فانا عندي الجزء ده كده من الرخامه، كنت حاطه هنا الاول الصفايه وكمان الكاتل بس. فيعني نفسي الصراحه اعمل كده جزء الكوفي كورنر عندي كمان، بما اننا داخلين بقى على الشتاء والكلام ده كله. ف يعني اكتر وقت فيها نشرب مشروبات. فقلت بقى اعمل ايه، يعني اخلي الجزء ده كده كوفي كورنر عندي. وبما اني ما عنديش اصلا مكان احط فيه المجات، فانا كنت مصوره معاكم الدرج اللي انا حاطه فيه المجات، وفي نفس الوقت قريب جدا من الرخامه دي. فقلت بقى يعني لما احتاج مج مثلا او حاجه هجيبه من الدرج، والجزء ده اعمله كوفي كورنر كده. وزي ما انتم شايفين بقى اللي هي الاناناسيه اللي هي السوداء اللي محطوطه على الستاند ده، دي كنت الاول حاطه فيها يعني عاملاها كده ستاند للمعالق. فقلت ان انا اظبطها واعملها كده برضو، احط فيها مثلا لو جايبه اي مشروبات او اي حاجه احطها جواها، هي مساحتها من جوه حلوه، وفي نفس الوقت شكلها حلو. ومش هتاخد وقت ومش هتاخد كمان مكان عندي على الرخامه، فحبيتها ان هي تكون في الجزء ده، وغطيتها كده بالغطا بتاعها، وادتني شكل حلو جدا. حطيت بقى هنا الكتل، وكمان العلب بقى بتاعت السكر والشاي وكده حطيتها جنبها. وكان عندي بقى اللي هي الكلمه بتاعت الكوفي، قلت برضو يعني الزقها كده علشان يدي شكل حلو، ان هي يعني يكون جزء كده بالكوفي كورنر. الستاند ده طبعا اللي متابعني عارف ان هما كان 3 على بعض كده. فحبيت بقى بما ان احط الصفايه في الجزء ده، فقلت هقسمه، يعني شلت منه الرف الثالث وحطيته في الرخامه التانية، وحطيت فيه الحاجات بتاعه الكوفي كورنر. والجزئين دول سبتهم جنب الصفايه، قلت احط فيهم كده علب التوابل بتاعه يعني البهارات وكده. هي الصراحه عندي العلب يعني مش كتير. ف... فانا يعني قلت يعني كفايه رفين 2 يكونوا شكلهم حلو على الرخامه، واخدين معايا العلب الموجود. وكان عندي بقى كلمة كيتشن بقى والأناناسية الحلوة دي، يعني الجزء ده كده برضو قلت اعمله يبقى خاص كده بالتوابل والحاجات بتاعة المطبخ. والصراحة ادتني شكل حلو جدا على الرخامة. انا برضو ما بحبش الزحمة قوي على الرخامة، لان انا ما عنديش يعني غير الرخامتين دول. فمن الوقت للتاني بحب اغير، يعني برضو الرخامة يعتبر اتملت معايا حاجات هنا، بس كشكلا في الاخر حلوة جدا. وبرضو في مساحة ان انا احط عليها اي حاجة. فانا هنا الصراحة كنت غاسلة بقى كل حاجة، والسيراميك والرخامات وكله، فعلى قد بس ان انا ظبطت بس الحاجة كده وحطيتها مكانها، وما اخدتش مني وقت خالص. دي الصفاية دي كنت شارياها موريها لكم في المشتريات الجديدة، حلوة جدا. فحطيت بقى فيها المعالق كده الكبيرة في جنب، والمعالق الصغيرة في الجنب التاني. ما حبيتش ان انا احط مثلا سكاكين او حاجة على يعني على الرخامة، حطيتها بقى في درج زي ما كانوا. لكن المعالق قسمتها كده، وادتني برضو شكل حلو على الرخامة، ومشت كده مع الحاجات الموجودة. هنا زي ما قلت لكم انا كنت حاطه كده قطعه خشب، فاتبهدلت معايا الصراحه من الزيوت، واصلا فكت من بعضها ما كانتش حلوه. فرميتها بقى، وقلت ان انا هحط بس كده حاجه بسيطه جنب البوتاجاز، لان اكتر مكان بيتملى زيوت عندي الصراحه المكان اللي جنب البوتاجاز. شلت بقى المعالق السيليكون، ببقى استخدمها الصراحه كتير جدا، بس المعالق دي انا مصوره برضو معاكم جديده. فحبيت اعمل ديكور كده وبرضو تغيير في المطبخ عندي، فحطيتها كده في الستاند ده لحد برضو ما اشوف لها ستاند يعني يمشي معاه ويبقى حلو. وحطيت كمان العلبه بتاعه الزيت. هما برضو الصراحة كانوا علبتين، بس واحدة منهم اتكسرت، كانت واحدة للخل وواحدة للزيت. فواحدة منهم اتكسرت، فمش مشكلة حطيت واحدة بس. وهنا كنت برضو الحوض كان مغسول كويس. ده كان ديسبنسر عندي، بس انا بوظت فيه حاجات، فسيبته كده ان انا احط بس فيه الاسبونجة علشان اشيل العلبة اللي هي خلاص بقت يعني جابت اخرها معايا.
المهم بقى ضبطت الدنيا عشان يبقى معايا كل حاجة نضيفة، وزي ما انتم شايفين الرخامة كانت حلوة جدا وشكلها حلو، والتغيير الصراحة يعني حلو، يعني الواحد بيبقى يمل من كتر مثلا الحاجة الموجودة ان هو بيشوفها قدامه على طول. فانا بحب جدا ان انا اغير كده وادخل تغييرات في المطبخ بالذات، لان اكتر مكان بندخل فيه وبنستخدمه هو المطبخ. فانا من الوقت للتاني بمل الصراحة، وبحب اغير كده واجدد حاجات حتى لو بحاجات بسيطة. يعني الحاجات دي كلها كانت عندي اصلا، ما جبتش غير حاجات بسيطة جدا، وغيرت شكل الرخامة يعني 100%. فبقى شكلها حلو الصراحة ومناسب جدا للشتاء، لان بما اننا بقى داخلين على الشتاء الصراحة اليومين دول الجو حلو جدا، يعني الواحد يحس ان الشتاء داخل علينا بدري. الجو فيه نسمة برد كده بالذات بالليل، فانا حاسة ان الشتاء السنة دي هيبقى صعب، يعني داخل علينا بدري كده، فاحساسي يعني ان هو يبقى حلو. المهم بقى كنت بقى خلاص خلصت الرخامة وكله، وقلت اجهز بقى كده، كنت اعمل سمبوسة كده لتاني يوم، قلت اجهزها برضو معاكم علشان كنت خارجة برضو في اخر اليوم كده، فكنت عاوزة اخلص كل اللي ورايا واقفل المطبخ بقى وكله، علشان انا عارفة لو انا خرجت وجيت خلاص بقى ما عادش هعمل حاجة تانية، فما احبش امشي كده والدنيا تكون مكركبة. فالمهم هنا حطيت بقى اللحمة كده، وحطيت يعني قلت عصجة كده، حطيت لها بقى فلفل اسود، وبرش كده رشة من اللي هي جوزة الطيب، بتدي للحمة الصراحة ريحة حلوة وطعم حلو جدا. وحطيت لها بقى بصل مفروم والبهارات بتاعتها والملح، وسبتها لحد ما تتعصج كده، وهغطي عليها لحد ما تستوى. وهنا بقى كنت جهزت كده الحاجة، كانت خلاص اللحمة استوت معايا، وعملت بقى دقيق كده خففته بمية علشان ألزق بيه السمبوسة، وخلاص لفتهم، اخدت دول طبعا كده على صينية كده في الصالة. ما بحبش اعمل الف حاجة مثلا او اعمل حاجة وانا واقفة كده في المطبخ، باخدهم بقى وبطلع الصالة وبفتح بقى اي حاجة يعني اتفرج عليها وانا بعملها، ما بحسش بالوقت. وخلاص بقى كنت خلصتها وحطيتها بقى في التلاجة لتاني يوم. وهنا عملت لي بقى كوباية عصير مانجا كده، وفتحت على القناة دي حلوة جدا، بحب الصراحة اسمع عليها، هي قناة جديدة هما بيقولوا للاطفال، بس طبعا احنا ككبار يعني بنحب ان احنا بنحب الحاجات دي. فعملت بقى كوبايه كده عصير مانجا، وقلت اشربها بقى طبعا طول ما انا اصلا بعمل السمبوسه وانا قاعده كده قصاد القناه دي. حلوه جدا، يعني هي نازله جديد بس حلوه قوي. وخلاص بقى لبسنا بقى وخرجنا، كان الجو حلو قوي، السما زي ما انتم شايفين تحس ان هي مغيمه ولونها متغير جدا، واصلا الجو كان بيمطر، يعني انا مصوره لكم الجزء ده كده، الجو اصلا يعني لما مشينا شويه في الطريق كان مطر، بس الجو نفسه مش برد، لكن في بقى نسمة الهوا الحلوة دي مع المطرة بتاعت الجو، كان حلو جدا. وشايفين اصلا السما شكلها عامل ازاي. فكنا خارجين يعني خروجه كده حلوه، وطبعا بس ما صورتش معاكم الخروجه عشان الفيديو ما يبقاش طويل جدا. وخلاص بقى هنا كنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، وما تنسوش اهم حاجه يا حلوين الاشتراك في القناه، واقول لكم مع السلامه.